كل سنة وحضرتك طيبين. أولا قبل الرباط زميلات ميتشو أنا بحب أوجه الشكر لهم شكر خاص لأنهم جايبين أتوبيس جايين من بورسعيد بخاطركم ودايما يا رب نشوفكم كده معانا بخير يا رب. كل سنة وأنتم طيبين وما نحرمش منكم أبدا. نشكر كل اللي حضر طبعا شايفين جامع كويس وجامع كبير. الحاج أحمد يستاهل الخير كله. شايفين على مستوى المحافظة ناس الحمد لله. الحاج أحمد يوسف يستاهل الناس تشيله ويستاهل الناس تجيله. الحاج أحمد يوسف كان في ميلاد يوم الجمعة قبل الوفاة على طول، وقال بوجه رسالة للرئاسة والجماعة الجامعية قال لهم إن الجمعية هي سبب وجودنا على مستوى المحافظة، سبب انتشارنا. حافظوا على الجمعية ويعملوا تجمعات تاني ولازم تكونوا موجودين تاني. فاحنا ما ينفعش نقول حاجة إلا إن الحاج أحمد نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون في جنات وعيون ومقام محمود ويرزقه الفردوس الأعلى من الجنة. رحمة الله على الحاج أحمد. مهما قلت ومهما وصفت الحاج أحمد يوسف ما يوصفش إن هو صديق وهو أخ لأنه هو الحاج كبير. أنا فكرت أعز المخلوق عني اللي هو الحاج أحمد يوسف. بس الحاجة الوحيدة إن أنا بحس إن هو معايا دايما، بحس إن حتى لو في مشكلة أو في حاجة بتواجهني بحس إن هو معايا بفكره وبرأيه، لأن أنا كنت دايما بشاور في الحاجات دي. معايا الشيخ تامر فايد هيقول كلمة بسيطة كده للشيخ الحاج أحمد يوسف رحمة الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا صلى على نفسي وتابع كل الآيات السنية وتحية لجميع المواصلين لأهل المناصب العام والمواساة لكل أهلنا السعدية وجمعية الرياضيين في وفاة المغفورة والمرحوم الحاج أحمد يوسف الرجل المحترم حبيب الروح. هذه الطباع كنا بنقعد معاه يقعد معاه ما يحسش بأي زعل، يقعد معاه مرتاح نفسيا، يتكلم بهدوء، يتكلم ببساطة، ابتسامة الفرحة بشكل مستمر. كنا نحبه في الله وإن شاء الله يرحمك الله سبحانه وتعالى في جنات النعيم. اللهم سبحانه وتعالى يقول لنا الصالحين بعضهم ببعض ويقول لنا الأحبة بعضهم ببعض والناس يجتمعون عند الله يحبون في الله يحبون في الله وربنا تحب الله اجتمع عليه وتفرق عليه. فكلما اجتمعنا على طاعة الله واجتمعنا ولم نعصي الله كل ذلك اجتماع محبة في الله سبحانه وتعالى. حتى لو كان في جامع أو كان في مسجد، حتى لو قعدنا مع بعض وما عصيناش ربنا ده اجتماع في الله. حتى لو كان في رياضة ما عصيناش فيها معصية لله ده اجتماع. إذا تفرقنا وما عصيناش ربنا ده اجتماع في الله. مش شرط ان نكون حتى في مسجد او عمره بس اجتمع عليه وتفرق عليه، يعني كان يجتمع على طاعه او يتفرقوا من غير ما يعصوا الله سبحانه وتعالى. الحاج احمد كان راجل سلام نظيف، يعني راجل ما بيغلطش في حد ما بيجيبش في سن حد، كان دايما يقعد يقول كلمه لطيفه تفيدك بمعلومه يشاورك على حاجه. ده الشباب بيجي كده شغلنا منه وبيجينا حبا وحاج احمد. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرحمه رحمه واسعه الذي يتغمده واسع الرحمه ويلحق به في جنات النعيم. وان شاء الله تعالى نلقاكم دائما في خير وعلى خير. السلام عليكم ورحمه الله.